لازمكم تجربوا الفلفل المحشي بالطريقه هذه، راهي بنا ما نحكي لكمش. ما عادش باش تبدلوها، طريقه المو باش تجيكم بنينه وسورتو سهله وفيسا فيسا ما تحضر. وعملت معاها صوص تاع طوماط، لان خذيت الفلفل نتاعي كما تشوفوا نظفته بالطريقه هذيك. في مقله حطيت شويه زيت زيتونه وبصله مفرومه وخليتهم يتقلوا. بعد حطيت اللحم مفروم نتاعي ونقعد نخلط فيه باش يتحل الكل وما يقعدش كعبوره واحده. المهم فوحت شويه كركم، شويه تبلو كرويه، شويه فلفل اكحل، وشويه ملح، وشويه فلفل احمر. خلطتهم بالكدا بالكدا وخليت حتى لين يطيب اللحم مفروم تاعي. بعد زدت المعدنوس، نطفي عليه الغاز ونزيدو شويه فخوماج ايمونتال غابي، ومن بعد نزيد بشويه بشويه العظم. لهنا انا زدت كعبتين عظم، كل مره نزيد كعبه ونخلطهم بالكدا. نعبي الفلفل نتاعي بالطريقه هذيك، نحشيهم بالكدا ومن بعد نحطهم على جهه وفي زيت سخون يكون نقليهم كما تشوفوا. نوقفهم هكاك ديجا من الاول، بعد ما يتقلاو يشدوا رواحهم نقلبهم من جهات الكل حتى كشي لين يطيبوا يتحمروا. لهنا في البول تاع تيرموميكس خديت باش نعمل الصوص طوماط، حطيت البصل والطماطم رحيتهم بالكدا ومن بعد زدتهم زيت زيتونه واللفاحات نتاعي الكل نكتبها لكم اللوطه وطيبت قرابه 10 دقائق. لهنا الصوص نتاعي طابت ما شاء الله. نحكي لكمش على الريحه وصحه وبالشفاء ليكم.